مع الأسف الفريق الوطني والمجموعة نتاعو مازال ينتظر هذا الترخيص الذي يعني تم التقدم بطلبه منذ وقت. والفريق الوطني كما قلت شيء مؤسف اليوم أن مجموعة من اللاعبين اشتغلوا رياضيا لمدة سنوات حتى يكونوا أولا في الفريق الوطني، ومؤسف جدا أنهم استعدوا لهذه التظاهرة خلال أشهر واستعدوا لها على جميع الجوانب بإجراء المباريات الودية الضرورية. حرمان هؤلاء الشباب من المشاركة في تظاهرة رياضية شيء مؤسف جدا. طلب الترخيص الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية منذ عدة أيام كان قد نال موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعلى أساس قبول هذا الطلب قامت الجامعة بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي